بالنسبة لي ما طبع منها أولها طبع قلت لك القبس، طبع طبعتين، طبعة الأولى بالنجف دار الآداب، طبعة الثانية بلبنان طبع سنة قبل 6 سنين 7 سنين. كنت أكتب وأعد المحاضرات في قبل إلقائها، ولي عندي مجاميع ولا تزال موجودة بخطي قبل من سنة 1360 هجرية. هذا سيد هادي أبو الريحة رحمه الله عنده جامع وعنده مجلس يسوي يقرأ من محرم إلى آخر السفر، و10 محرم يقرأ رسميا مجلس عام، البقية لا مجلس خاص. فكنا نجي نلتقي عنده نشرب قهوتنا عنده. فاليوم من الأيام قاعدين بمجلسه اجى شيخ أحمد ويا أبوه رحمه الله. هذا سيد هادي من يجي خطيب إليه يسلم بيه يقول له اقراني. فصعد أبو شيخ أحمد الوائلي قرأ. أنا لأول مرة أشوفه كان شيخ أحمد يومئذ يلبس عركشين، بعدها أصغر مني وعمره 12 سنة. أبوه أشوف هذا من صعد المنبر تحمس التحمس كثير وصياح بقراءته، وما كفى هذا لما وصل إلى المصيبة قوم ابنه يقرأ وياه 1388. قلت له لما سمعت الأبيات وفيه من مرشدات الزبور قلت له يا سيدنا تتعلم الغيب، أنا ذاكر بالكتاب بشائر الزبور بنبينا وأئمتنا، اللهم صل على محمد. فهذا التقرير الأول. ثم قرره الخطيب البارع زميلنا المرحوم السيد علي ابن العلامة الكبير السيد رضا الهندي. السيد رضا الهندي صاحب القصيدة الجوهرية الكوثرية يسموها، أمفلج ثغرك أم جوهر ورحابه إلى آخره. فهذا السيد علي هذا شلون؟ قلت لك أنا ما أحب أكلف أحد، وهذا سيد علي هاي قصته. أما هذا السيد شهد الله بيد الكتاب، طلعت من البيت كنت أسكن بالكسرة شارع الأعظمية، طلعت من بيتي رايح أروح للحسين بن روح، جامع الحسين بن روح، صعدت بسيارة عبري، وإذا هذا سيد علي ابن سيد رضا الهندي بالسيارة، شاف بيدي هذا الكتاب قاعد يعطوني من نسخ قبل إكمال يعني الذي مطبوعات، شافه قال لي هاي شنو بيده؟ قلت له والله هذا كتاب اسمه قبس من القرآن تأليفي والآن تحت الطبع وقريب ينتهي بأواخر الكتاب. قال لي هم قرب أحد؟ قلت له والله هذه قضية كيت وكيت، شافني سيد عيدار ودلاني أرشدني إلى سيد علي الهاشمي ونظم لي أبيات، تحب أقرأ لك إياها؟ قال لا تقرأها، أنا باكر أجيب لك أبيات في تقريره في تاريخ الكتاب. وهو أخذ بالسيارة وقلب وشاف عناوينه، الله وكيلك يوم الثاني يجيني إلى بيتي بالكسرة وإذا ناظم هاي الأبيات. هاي شنو؟ أبيات سيد علي، هاي أبيات. قال 2 مما قد نظمت احذفهما، الريب ثم وساوس الشيطان، وازدد من العلم الغزير يزفه عبد اللطيف محلق التبيان، في خير سفر في العقيدة نير يهدي إليك حقيقة الإيمان، فاقرأ وصل على النبي وآله فهما خلاصة عالم العرفان، ارشف هداه واقتبس تاريخه إذ أنه قبس من القرآن. هذا تاريخه، هم على هذا التاريخ. هذا الثاني. الثالث قرره السيد الخطيب السيد شمس الدين الحسني من خطباء المنبر المهمين، وكان في وقته موظف في دائرة النفوس، مدير دائرة النفوس، ويرقى المنبر وهو زي أفندي ستر وبنطلون، وإلى أن توفى هو ما ترك خدمة الحسين.
كنا نقرأ أنا وياه بالحسين أبو الروح مجالس، فمطلع على أن أنا بيدي تأليف القبس. فاليوم شاف بعضه وهيك راحت الحكاية. لما خلص تأليف الكتاب وبدأوا بتجليده في النجف الأشرف، اجيت أنا إلى وديت من الأبيات مال السيد علي بن سيد رضا الهندي للنجف أواخر الكتاب وألحقها بي. فاجيت الحسين بالروح شافني سيد الشمسي قال لي أنا سويت لك أبيات وحطيتها عند حجي لطيف فخر الدين نسيبك، هذا ماخذ أختي أول الشرجة أول باب الحسين بالروح، أعطاك إياه. قلت له والله ما أدري. فرحت جبتها قلت لها سيدنا أنا أمس جيت من النجف والكتاب صار في دورة تأليف وانتهى. قال لي قلت له أنا أمس جيت. قال رجعها وديها وخلي يدخلوها. قلت له أستخير الله وكيلك بهالنص استخرنا بالحسين بالروح طلعت إنه كان للأوابين غفورا. قال لي شفت الله يقول لك روب ارجع. فرديت الأبيات وخلوها لأن الكتاب كامل طبعا خلوها في آخر الكتاب. هاي رسالة سيد الشمس أخي وحبيبي العزيز الشيخ عبد اللطيف البغدادي المحترم، تحية الأخوة والولاء. وبعد فمذ أطلعتني على سفرك الميمون قبس من القرآن في صفات الرسول الأعظم جدنا محمد صلى الله عليه وآله، ومذ علمت جهدك العظيم في البحث والتنقيب بين أسفار الكتب والتفاسير لا تكل ولا تمل، كان في قراءة نفسي أن أقرب الكتاب بنظم يليق به ويثمن جهودكم ليكون ذلك تشجيعا لأمثالكم من الباحثين فيطلعوا علينا بثمار جهودهم الخالدة النافعة لكل عصر وجيل. وها هي ذي الأبيات التي نظمتها أضعها بين يديكم راجيا أن تحظى بالقبول والرضا، فذلك مهر بنات الأفكار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسددك الله وأيدك ووفق الجميع لما يحب ويرضى وهو حسبنا ونعم الوكيل. هاي أبيات سيد الشمس تحب أقرأ لك إياها؟ نعم الذخيرة للضعيف الفاني علم به يحيا بعمر ثاني، ما أنعم الرحمن أكبر نعمة للعبد من علم وحسن بيان، وأجل ما يعنى اللبيب ببحثه ما كان مقتبسا من الفرقان، نص الإله عليهم في كل ما قد أنزل الرحمن من تبيان، توراة موسى والزبور وبعده الإنجيل أطراهم بكل لسان، فلذا سعى عبد اللطيف بسفره فجلى سدوف غوابر الأزمان، يجلو من التاريخ أنصع صفحة من سفره ظهرت لكل عيان، تزهو بطلعتها وحسن حديثها ولمثلها ما لم ترى العينان، لا غرو فهو خطيبها وكليمها فاسأل منابره بكل مكان، وكما شاء الخطباء بحسن حديثه فبسفره قد بذل الأقران، فارجع إليه وخذ دروسا جمة في الفقه في تفسيرها ومعاني، وانظر هديت لنور شمس قد بدت تجلو غياهب ظلمة الأذهان، ولفرط إعجابي به قررته ببديع نظم فاق كل جماني، قد قلت يا من رام تاريخا بلا هذا به قبس من القرآن.
وهذا الكتاب الحمد لله هو الأول، تحبون تشوفوه هذا الطبعة الثانية، لأن طبع الطبعة الأولى في مطبعة الآداب سنة 1970 تم طبعه، وهذا الطبعة الثانية طبع سنة 1424 في بيروت في لبنان، هذا طبع لبنان. أما الحلقة الثانية من تاريخ، قلت لك صار الحلقات لله الحمد تمم إلى حد الآن 17 مؤلف كاملات موجودات الآن، ونستطيع أن نقدمها للحاضرين من الأخوة. أما الحلقة الثانية وهي دراسة موضوعية مستوعبة لمسألة أوقات الصلوات والجمع بين الصلاتين، هذا اسمه كان الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين. قدمت إلى الرقابة هنا في العراق، وانطوني موعد أسبوع على أن ينطوني إياه يجيزون طبعة لما أريد الطبعة. القضية طويلة وعريضة والله، وشهر أكثر ما أعطوني. أخيرا لما أعطوني الكتاب وإذا أكثر من 3/4 منه ساقطي، أنه ما يجوز طبعا، مخلي لي فرد كلمات بهالصفحة، نص صفحة بهالصفحة هنا يشوشوا، قالوا كله ممنوع إلا هذا، ذني إذا يطلع مشوه يعني معناه ممنوع. فظل الكتاب مهمل إلى من سنة 71 أنا كنت مقدمته للرقابة، سنة 72 هم ظل عاطل إلى سنة 73. شوفوا الله هيأ الموضوع لطبعه. وأنا كنت أبكي لما حولوا من المديرية الرقابة في بغداد إلى الوزارة، والوزارة اللي منعته وزارة الأعلام ذاك الوقت. فلما استلمت الكتاب وظل مسجون عندي إلى سنة 73 الله قيضني، إجاني أخوي رحمه الله، أخي الأكبر الحاج عبد الغني، إجاني قال لي أريد أروح للعمرة أنا وزوجتي، زوجته علوية بنت آية الله العظمى السيد حسين الحمامي زوجتي. فقال لي أريد أروح لمصر، هو كان مدرس وكانت أيام عطلة بالصيف، وأريدك أنت وياي تتصرف. قلت له والله أنا ما عندي إمكانية اللي أمشي للعمرة وأمشي. كان رايد يريد يروح للبنان ومصر وأيام عطلته هو وللعمرة. قلت له أنا ما عندي إمكانية. قال أنا آخذك على نفقتي وتجي وياي. أخيرا قلت له والله أنا عندي هذا الكتاب الجمع بين الصلاتين وما أريد أطبعه، هاي خوش فرصة نروح لها. قال إذا هيك أنا أنطيك أجرة الطائرة وياي، وأنطيك 50 دينار عن إذا طبع كتابك هذا 100 نسخة نوزعها بثواب والدي، أنا شقيقي هو، أنا وياه لأم وأب واحدة. ففرحت. على كل الله سهل ومشينا. أنا بينت لكم في المحاضرة السابقة، الله وكيلك، حجزنا أنا وهو وزوجته كل نفر 50 دينار بالطائرة، يودونا لبنان إلى مصر إلى جدة مكة، ويرجعونا إلى لبنان ويرجعونا لبغداد، ذهاب وياه 50 دينار. رحت حجزت 3 نفرات وسافرنا. فأول ما رحنا إلى لبنان عرضت الموضوع على المرحوم آية الله الشيخ محمد جواد مغنية. لا عندي شي كتاب، ما قلت له منعه بالعراق وأريد أطبعه، وأنا لا أعرف لبنان لا أعرف الناس، هذا أتكلف كبير تساعدني عليه. فقال لي اعطيني الكتاب وتيجي باكر ساعة بالتسعة مثلا أو بالعشرة. اجيت على الموعد، شاف الكتاب هو، أخذ عنه فد صورة واستخار على أن يطبعه في دار إحياء التراث العربي. طلعت الخيرة زينة فطبعوا الطبعة الأولى دار إحياء التراث العربي. ظل أنطيك صورة على هذا الكتاب.
الجمع أوقات الصلوات، الجمع بين الصلاتين من خلال المقارنة في هذا. أعطيك صورة عن الكتاب. من خلال المقارنة بين آراء المذاهب الخمسة وأدلة الكتاب والسنة والإجماع. وتأتي أهمية هذا الكتاب من كونه يتناول بطريقة علمية تحليلية موضوعية لمسألتي أوقات الصلوات والجمع بين الصلاتين، حيث تصدى في هذا الكتاب إلى أدلة هذه المسألة، ورأى أن المخالفين لهذا الرأي، رأي الجمع بين الصلاتين، لهم شبهات وتأويلات، فتصديت لتلك الشبهات والتأويلات. 6 شبهات و6 تأويلات كلها فندناها بأدلة قطعية ما يرتضيها كل منصف بلا استثناء، كل منصف يرتضيها ويراها حقا. ويقع هالكتاب في 350 صفحة، وقد طبع في بيروت ونشر ووزع سنة 1973 من قبل دار إحياء التراث العربي. وهالكتاب يا عزيزي حظى بسمعة طيبة وشهرة واسعة، وهذا صار أشهر مؤلفاتي، لأن أولا طبع عدة طبعات، ثانيا المسألة حساسة. أنا ما أحكي لك الواقع، طبعته طبعة قشر بلا إجازة في بغداد، طبعت منه 511 قبل ما أطبع دار الإحياء التراث العربي. على كل، فهذا الكتاب اشتهر شهرة، وقربه من العلماء أولا آية الله السيد محمد تقي آل بحر العلوم، والد العلامة آية الله السيد الحسين ابن سيد محمد تقي، واثنينهم توفوا رحمه الله. بكلمة مهمة للسيد محمد تقي آل بحر العلوم، ومن جملة ما جاء في كلمة هذا السيد علي نقي السيد محمد تقي بحر العلوم، قال: ونقطة أخرى تسجل له تقديرا وكرامة، وهي تفرده بهذا الموضوع بشكل مؤلف كبير مستقصي الغرض، وبحيث لم يعهد لنظيره على الظاهر. وحقيقة يعني من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومك هذا ما ألف كتاب فيها الموضوع. مو أنا أقول هكذا، اعترف علماء كلهم العلماء يقدسون هذا الكتاب ويعظمون. ومنهم ممن المقربين لهذا الكتاب آية الله السيد علي نقي الحيدري بكلمة قديمة جاء فيها قال: ولقد قيض الله لهذه المسألة الخلافية، وهي مسألة الجمع بين الصلاتين وسرد أدلة الطرفين، فضيلة العلامة المجاهد والخطيب المتتبع الشيخ عبد اللطيف البغدادي، فجمع شتاتها ولم متفرقاتها، وأوضح معضلها وحل مشكلها، وأبان عن الحق الواضح فيها ببيان جامع وبرهان ساطع ليس فيه تحيز ولا عصبية، بل يتبع الدليل فيقتفي أثره ويحذو حذوه بأسلوب متين وتعبير رصين وعرض رائق، جمع فيه أدلة الطرفين وأقوال الطائفتين، وشرح ما فيها من إشكال، واختار ما قاده إليه الدليل الواضح والبرهان المنير، وناقش الآراء والأقوال ورد الشبهات والأوهام بكل تجرد وإخلاص وبكل وضوح، حتى لا يكاد المطلع أن تنكشف له الحقيقة بأدنى إمعان وتدبير وبأقل نظر وتفكير. هذا تقريبا آية الله سيد علي نقي الحيدري.
ومن الجدير بالذكر أن اسم الكتاب جاء باقتراح من صديق المؤلف سماحة العلامة المغفور له محمد جواد مونية صاحب التأليف القيمة، لأن أنا كنت مسميه الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنة. قال لي هذا قد أنه يتصورون به طائفية الجمع، فغير قال لي سميه حول الصلاة والجمع بين فريضتين. قلت له شو تقول أنا أوافق، فسميه حول الصلاة والجمع بين فريضتين. الكتاب عيني هذا هو الطبعة الأولى، طبعة دار إحياء التراث العربي، وهذا الكتاب طبع سنة 1973 وعدد صفحاته كانت 280 صفحة. هذا الطبعة الأولى، وهذه الطبعة الثانية في بيروت. هذا هاي آخر طبعة كانت قلت لكم سنة 2200 بس. أخي لما أنا رحت للعمرة، أول ما رحنا سوريا بالطائرة، من سوريا رحنا بالسيارة إلى لبنان، اتصلت بالشيخ محمد جواد واتفقت ويا دار الإحياء على أن يطبعون منا 2000 نسخة. قال أطبع منا 2200 أبو دار الإحياء، 100 لك أوديها واصلة حق التأليف إلى بغداد إلك، و100 تروح تلفية، فيبقى لي 2000 نسخة. أنا بيش ما أبيعها، وين ما أبيعها، وين ما أصرفها، أنت بعد ما إلك حق بيه، أنت إلك حق 100 نسخة توصلك هنا. أنا قبلت ورحنا الحمد لله للعمرة، ورجعت لمصر ورجعت للبنان، لقيته مطبوع منه حوالي فصلين، فصل الأول وبعدين بالفصل الثاني. شفت بيه أخطاء مطبعية، قلت له ليش تبي هذا أخطاء مطبعية؟ أنا مطيك صورة صحيحة. قال هذا اللي بيصلحها قاعد تفوته هيك أخطاء. قلت له منو؟ قال لي فلان، الله يذكره بالخير راح بالي اسمه. فواجهته، هو كان كربلائي عندنا هنا وهناك ساكن في لبنان. فواجهته قلت له يا عزيزي هذا كتاب لله، ليش تبي أخطاء؟ أريدك تعتني به. فوصيته، فالرجل هم اعتنى بي. أخيرا لما كمل طبعه ودالي نسخة إلي قبل نشرها، كمل طبعه ودالي نسخة إلي للتصحيح، وودى نسخة للرقابة في بغداد. الرقابة شافوا الكتاب قبله ما ردوا أبدا، والله هسه ما أدري هو متفق وياهم شلون. قبله حفظ عناية من الله قبله. فبعث أول وجبة، أنا متفق وياه 2000 نسخة يطبع منه. أول وجبة إجت 1600 نسخة، وكان وكيل دار إحياء التراث العربي مكتبة المنار في شارع المتنبي، وداله 1600 نسخة. 100 نسخة وصل لي إياها إلي على الموعد مالتي، و1500 وزعها بظرفية 4-5 أشهر. نفذ الكتاب كله. بعثت له أنا كتاب أنه عندك بقايا من هذا، ودالي 250 نسخة لابو المنار يعني، فصار 1600 و250 1850، هو كله 2000. يا أخي بعد سنة رحت للكويت لقيت منه موجود، رحت الله وكيلك للحجاز لقيت منه موجود، وإذا هذا طابع منه ما شاء الله ما أدري ايش قال. وكان مساعدني بنسخة أخرى كتبها السيد فاضل العلامة، أظن موجود إلى الآن الله يحفظه ويطول عمره، العلامة السيد فاضل الميلاني، جدة من آيات الله العظمى السيد هادي الميلاني أبو هسه هو الآن بلندن أظن موجود. فودى وديت نسخة هدية إلى جدة السيد هادي الميلاني. سيد هادي الميلاني نظير السيد الخوئي، دارسين اثنينهم عند آية الله النائني، واثنينهم مجتهدين، بس سيد هادي الميلاني كان يسكن بخراسان. فوديت له أنا نسخة هدية من هذا. فجاوب الحفيدة سيد فاضل، كتب له أن هذا الكتاب الجليل وصل إلينا قبل هدية الشيخ
من اشترينا منه 20 نسخة ووزعناها على طلابنا، وإذا واصل الخلاصة رايح منا جاي منا. هاي فشي كلش جليل والله، الحمد لله، وذلك من فضل الله. فعلى كل هذا الكتاب من أهم وأشهر صار كتبنا. أنا عندي ما في رأيي ما هو أجل منه، مثلا سيجي الكلام عنه كتاب الحقائق الكونية أو غيره، بس هذا أخذ له شهرة أكثر من كل مؤلفاتي، لأن هالمسألة ما حد متطرقها كما تطرقناها. والآن تعب، ناخذ فصل راحة شوية ونعود للموضوع، إلى الحقائق الكونية بين الخالق والمخلوق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.